ولكن لازم برضو نخلي بالنا ان ما ينفعش ان احنا نصرف في استخدام المواد اللي هي مقشرة دي، لان احيانا بتحصل منها مشاكل كبيرة جدا. فلازم نستشير الطبيب بتاعنا علشان نعرف الطرق السليمة اللي احنا نقدر نستخدم بيها المادة المقشرة دي بدون ما يحدث منها مشكلة وبدون ما تأثر علينا. يعني أحيانا بعض الناس لما بتبتدي تستخدم المواد دي لأنها موجودة في الصيدليات أو قدرت إن هي تحصل عليها بطريقة ما، بتبتدي تسيب المادة دي فترة أكتر من الفترة اللي المفروض إن إحنا نستخدمها، فبالتالي بتتسبب في وجود حروق وتصبغات في الجلد. فبدل ما أنا برجع للبشرة بتاعتنا نضارتها، وبدل ما إن أنا أقدر إن أنا أعالج البشرة بتاعتي وأخليها نضرة وجميلة، بسبب لها مشكلة إحنا في غنى عنها. علشان كده لازم الحاجات دي يتم عمل رقابة عليها، وما ينفعش ان احنا نستخدمها الا تحت اشراف الطبيب. لان الحقيقة التقشير ده فيه حاجات كتيرة جدا، في منه تقشير كيميائي، وفي منه تقشير كريستالي، وفي تقشير فيزيائي. يعني في اكتر من طريقة بنقدر نستخدمها علشان نقشر البشرة بتاعتنا، والهدف منها ان احنا نعالج مشكلات كتيرة جدا، زي مثلا مشكلة حب الشباب، او مشكلة زيادة التصبغات، او لو احنا عايزين نخلي البشرة بتاعتنا نضرة بطريقة بسيطة. فكل الفكرة اللي بتعمله المادة المقشرة ان هي بتشيل الطبقة الخارجية، وده اسمه التقشير السطحي، فتبتدي الطبقة اللي تحتيها بتكون نضرة وبينك ولونها جميل كده وجذاب.